شوفوا كده الاعلامي الاماراتي ده يا جدعان بيقول إيه على الاهلي المصري قبل مواجهته مع العين الاماراتي في بطولة الانتر كونتيننتال. نسمع ونرد عليه. المصري مع فريق العين الاماراتي. يا ويلك الاهلي المصري، جايك العين جايك في القاهره. حصل لنا الرعب. 4 ان شاء الله و3. مش تعرف قيمه الفرق الاماراتيه، انت تقابل العين ما تقابل اي فريق ترى. هذا الزعيم العيناوي، قوم من لابه وقوم السفيان رحيمي. حصل لنا الرعب يا عم، حصل لنا الرعب يا عم. اسمه ايه الاعلامي الاماراتي؟ عبد الله الكعبي. حصل لنا الرعب 3 أو 4 كمان. يعني احنا هنخسر 3 أو 4؟ ياه، بس كده؟ ده اللي تقدر عليه يعني 3 و4 صفر؟ ولا طب ولا هنجيب اجوال؟ طب ولا هنعمل ايه؟ يعني فهمني. طب اخلص وجاي لك، اخلص وجاي لك عشان الاستاذ الدرديري عندي ميعاد معاه. قال لك تعالى لي يا اهلي دلوقتي. اخلص هنا وجاي ارد على مين فيكوا؟ طيب هو احنا للدرجه دي حراقين؟ هو للدرجه دي التيشيرت ده حراق؟ الشعار ده حراق على كل القارة؟ ده احنا الحرقان بتاعنا غطى قارة افريقيا ودخل على قارة اسيا كمان. هو داخل عليها من سنين فاتت، من ايام الاتحاد جدة ومن ايام الهلال السعودي. جيرانك دول. انت مفكر نفسك هتلاعب الاهلي الليبي؟ لا مؤاخذة يعني. طب انت مفكر نفسك هتلاعب اهلي جدة؟ هو عارف هو واعي يا جدعان؟ اخواتنا في الامارات الراجل ده واعي. الراجل ده عارف انهي اهلي اللي هيقابله. الراجل ده واعي وداري، قاري، فاهم، قاري تاريخ الكوره، عارف ايه هو الاهلي. يا نهار ابيض يا جدعان. طب اخلص وجاي. انا عايز اجيلك دلوقتي، بس انا اخلص. استاذ الدرديري مستنيني على نار. قال لك انا بحلم بيك، انا مستنيك يا اهلي، تعالى لي حالا. عايز الماتش يتلعب كمان ساعتين. الدرديري خلاص وبيقول لك برضه هيكسبنا 3-4. يعني احنا هنقابل الزمالك يقول لك هنكسب الاهلي 3-4 الزملكاويه، وبعد كده هنقابل العين بيقول لك احنا هنكسب الاهلي 3-4. والاهلي من امتى اخر مره الاهلي شال 3-4 امتى يا جدعان؟ حد يفكر، حد يذكرني. يعني انا يا عم مش هتكلم. انا يا عم ما بف يعني انا مش شايف نفسي ولا نجمة فريق في الدنيا ولا الكلام ده كله. انا متواضع وفريقي فريق ضعيف وعادي جدا. احنا فرقة عادية. انا عايز حد يفكرني امتى اخر ماتش الاهلي خسروا 3 أو 4. 5 صن داونز، انا خدت البطولة بعدها، والكلام ده كان من كام شهر، من شهور كتيرة. صن داونز بس اللي بيديني 3 5. انا لا مؤاخذة، دي عهدة. ده انا ماضي كده مع تجديد مجلس الاداره، بيمضوا ان احنا نخسر من صن داونز 5-0. مالكمش دعوه. فرقه تانية كسبتنا 4 طيب او 3. امال انتوا بتاكلوا قلوب؟ لو انت فاكر نفسك يا عم، يا عم خالد الكعب انت، ولا عبد الله الكعبي، لو انت فاكر نفسك علشان شيلت الهلال 3 و4 يبقى كده خلاص انت وحش الكون. ده انا مشيل الهلال 4-0. 4-0 بالبدلة وبالناشئين اللي انت فرحان بيهم دول يعني عشان كسبتهم. ده انا مشايل اتحاد جدة 3-1 في السعودية. 3-1 ومعاهم بنزيما ومعاهم رومارينيو ومعاهم اسماء كبيرة قوي. بس انا برضو هنرد في الملعب. بس خلص وجاي عشان انا مطلوب. الاهلي مطلوب. في قدامي كام ماتش كده مع فرق بتقول ان هي هتكسبني 3 و4 برضو. فانا متكعبل شويه كعبله كده. هخلصها واجيلك. هخلص كده كام بطوله وجاي. فانا هخلص كام بطوله وجاي لك يا عم عبد الله الكعبي. او انا مش جاي لك، ده انت اللي جاي لي. انت اللي جاي لي. يعني فريق العين الاماراتي، واحنا مش فرق الامارات، احنا مش فرق افريقيا وبتزيد. انت اللي جاي لي على ارضي عشان الفيفا بيكافئ النادي الاهلي وبيكرم النادي الاهلي بعدم خوض المباراة الافتتاحية في كاس العالم للاندية او في الانتر كونتيننتال لمدة 3 مرات. يعني الاهلي في ال3 سنين الجايين دول لو خد بطولة افريقيا فيهم ان شاء الله مش هيلعب الدور التمهيدي لكاس العالم. مش هنلعب اول ماتش، وهنبقى في الانتر كونتيننتال اول ماتش في استاد القاهرة. ده لتاريخ مشاركة النادي الاهلي وتأثيره في كاس العالم للاندية في السنين اللي فاتت. فالفيفا اللي بيدير الكورة عارف يعني ايه النادي الاهلي، وعارف حجم النادي الاهلي، وعارف ازاي يكرم النادي الاهلي، وعارف ازاي الاهلي بيشرف كاس العالم للاندية بمجرد وجوده.
وانتوا لسه ما عرفتوش؟ ده انتوا جيراننا. طب اسألوا الهلال، اسألوا اتحاد جدة، اسألوا الفرق دي، يعني دول جيرانكوا، يعني اقرب ناس. مش هقول لك اسأل الزمالك، اصل هو زملكاوي على فكرة. يعني عبد الله الكعبي ده على فكرة زملكاوي، يعني هو بيقول الكلام ده مش منطلق ان هو بيشجع نادي العين او ان هو اماراتي، لا لا لا، هو اصلا زملكاوي. خلي بالك، واخد شوية من عقلية الاعلام الزملكاوي عندنا. وانت لو قلبت له في كام فيديو كده هتلاقيه زملكاوي، هتلاقيه بيدعم الزمالك، وهتلاقيه مؤمن بحوار المؤامرة والسبعة أكبر من التسعة، والأهلي نادي الدولة، والأهلي بيتجامل من الحكام. هتلاقيه بيتكلم في القصص دي عشان يتشاف، عشان هو لو فضل يتكلم عن الدوري الإماراتي مش هيتشاف. إنما إمتى يتشاف؟ لما يتكلم عن النادي الأهلي، حتى لو هو إماراتي. حتى لو هو إماراتي، أي إعلامي عايز يتشاف لازم يتكلم على النادي الأهلي. هو ما صدق بقى إن العين هيلعب الأهلي، فرصتي بقى أزيد بقى. بس احنا مش هنرد، ردنا في الملعب، وهنعرفك انت كده بتزيد ولا ما بتزيدش لما تجولنا القاهرة بإذن الله يوم 29 أكتوبر. سلام.